أهلا بيكم من تاني في بين السطور. يلا نكمل رحلتنا في كتابنا قوانين التحرر من الصراع النفسي. التطور العمودي والأفقي والمقاومة العقلية. الدكتور يوسف بيشرح في القانون ده فكرتين مهمين: نوعين من التطور، والمقاومة اللي بتواجهك وانت بتتطور. التطور الأفقي ده لما تتطور في حاجة انت أصلا بتعرفها، يعني تزود مستواك في مجال معين. مثلا بتحب المونتاج، طب ما تتعلم تأثيرات جديدة أو برامج أحسن، ده اسمه تطور أفقي. اما التطور العمودي ده بقى لما تبدأ تتعلم حاجة جديدة، مجال مختلف عن المتعود عليه. يعني مثلا عمرك ما جربت تتعلم علم نفس وبدأت تقرأ فيه، كده انت بتتطور تطور عمودي. الاتنين مهمين، بس التطور العمودي اصعب شوية لانه بيخرجك من منطقة الراحة. المقاومة بقى العقلية دي بقى الصوت اللي جواك، صوت بيحاول يمنعك من التطور. هيقولك ليه التعب، انت مش محتاج ده، دي حاجة صعبة وجديدة. الدكتور بيأكد انك لما تلاحظ المقاومة دي وتكمل، اعرف ساعتها انك بتعمل نقلة حقيقية في حياتك. القانون التاسع: العقل عدو والخوف سلاح. في القانون ده الدكتور يوسف بيكلمنا عن اخطر خصم جوانا، عقلنا وقت الخوف. العقل بطبيعته بيحب الامان وبيكره التغيير، وده بيخليه يستخدم الخوف كسلاح يوقفنا. يعني ايه؟ يعني مثلا تيجي تبدأ مشروع او تاخد قرار مهم، تلاقي صوت جواك بيقول: طب لو فشلت؟ طب الناس هتقول ايه؟ طب انت اصلا مين علشان تعمل كده؟ الخوف هنا مش حقيقي، لكن العقل بيخليه يبدو كأنه منطق، وبيحاول يقنعك تفضل في مكانك حتى لو المكان ده مش مريح، بس على الأقل هو آمن. والدكتور هنا بيقولك لو استسلمت للخوف هتعيش في دايرة مفرغة من التردد والتأجيل. الحل: واجه الخوف، بصله كويس واسأله: هو ده خوف حقيقي ولا مجرد وهم؟ افتكر دايما ان العقل مش دايما بيكون في صفك لما تكون بتغير حياتك. القانون العاشر: صراع العمل والمادة. في القانون ده الدكتور بيكلمنا عن الصراع اليومي اللي بنعيشه بين اللي بنحبه واللي بنكسب منه. يعني مثلا ممكن تكون بتحب تكتب أو ترسم أو تساعد الناس، بس المجتمع والضغط والفواتير بيقولوا لك فين الشغل اللي بيجيب فلوس، فنبدأ نشتغل حاجة ما بنحبهاش بس بتدي دخل، ونسيب شغفنا على جنب. الدكتور هنا بيقول لك ده مش غلط انك تدور على دخل، بس غلط انك تبيع نفسك بالكامل للمادة وتنسى ان الانسان عنده شغف ورسالة. الصراع ده بيظهر عند كتير من الناس: اشتغل في شركة كبيرة بمرتب عالي، ولا ابدأ مشروع صغير بحبه حتى لو الربح في اوله ضعيف؟ الحل: التوازن. ما تخليش الفلوس هو المحرك الوحيد، اسعى انك تلاقي نقطة تلتقي فيها المادة مع المعنى، وافتكر ان النجاح الحقيقي مش بس اللي في البنك لكن في القلب والعقل كمان. القانون الحداشر: فهم الذات والعادات والانضباط. القانون ده بيركز على فكرة مهمة جدا: مش كفاية انك تعرف نفسك، المهم تكون قادر تديرها. يعني مش كل مرة تحس بملل او ضغط او كسل تستسلم، لا، تبدأ تلاحظ ايه العادة اللي بتكررها، هل بتفصلك عن اهدافك ولا بتقربك منها. الانضباط هنا مش معناه انك تكون قاسي على نفسك، لكن انك تكون واعي لاختياراتك وتعرف امتى تقول لا وامتى تكافئ نفسك. العادات هي البوابة السحرية للتغيير، وان سر النجاح مش في الحماسة لكن في الاستمرارية. يعني حتى لو بتتغير خطوة صغيرة كل يوم، ده احسن بكتير من 10 خطوات مرة واحدة وترجع للصفر. خد بالك من وقتك، من طاقتك، ومن العادات اللي بتتكرر يوميا، هي دي اللي بتبنيك او تهدك. القانون ال 12: المرض الجسدي وكبت الشعور. في القانون ده الدكتور يوسف بيفتح ملف مسكوت عنه كتير، اللي بيحصل جوانا وقت ما بنتعرض لأذى أو ضغط ومش بنعرف نعبر. بيقول لنا إننا ساعات بنعدي على صدمات كأنها حاجة بسيطة، بس الجسم بيفتكر كل لحظة خوف، كل مرة اتكتمت فيها، كل صرخة ما خرجتش. الجسم بيشيل. المرض الجسدي مش لازم يكون ضربة فعلية، ممكن يكون توتر مستمر، ممكن يكون مشاعر مكبوتة، تجاهل لاحتياج نفسي حقيقي، والنتيجة الجسم يتعب، النفس تتقل، والإنسان يفضل تايه ومش عارف السبب. أما كبت الشعور فهو لما تتعلم من بدري إنك ما تعيطش، ما تزعلش، ما تتكلمش، فتكتم وتكتم لحد ما تتعود، بس جواك بيبقى في انفجار صامت. الحل: الاعتراف والتعبير والتفريغ. محتاجين نسمع لجسمنا، نحترم مشاعرنا، ونفهم إن الضعف مش عيب، وإن التعبير عن الألم أول خطوة في التعافي. القانون ال 13:
مغالطات التنمية البشرية وتطوير الذات. في القانون ده الدكتور يوسف بيشد فرامل في وش الموجة اللي كلنا اتشدنا ليها: كون الأفضل، اكسر الحدود، مفيش مستحيل، بس من غير ما نعرف احنا بنجري ورا ايه بالظبط. بيقول ان في كتير من مفاهيم التنمية البشرية الحديثة بتديك وهم السيطرة، انك لو فشلت فانت السبب، وانك لو مكتئب يبقى مش بتفكر بطريقة ايجابية كفاية، ولو تعبان يبقى ما عندكش انضباط ذاتي، وده بيحمل الناس فوق طاقتهم. المغالطة هنا اننا بننسى السياق، الظروف، التربية، الصحة النفسية والبيئة، كل ده ليه تأثير مش بس قوتك الداخلية. هنا الكاتب مش بيهاجم التطوير الذاتي، هو بيقول خليك واعي، اعرف الفرق بين تحفيز حقيقي وضغط نفسي مقنع. التحرر الحقيقي مش انك تبقى سوبر هيرو، لا، هو انك تفهم حدودك وتشتغل عليها بإحساس مش بإجبار. القانون ال14، الشغف أو الإتقان الاحترافي. القانون ده كأنه بيقولك مش لازم تشتغل شغف علشان تنجح، ساعات الإتقان هو اللي بيولد الشغف. الناس كتير بتدور على الشغف كأنه كنز مفقود، أنا مش لاقي شغفي، مش عارف أبدأ منين. بس الكاتب بيقلب المعادلة: ابدأ، جرب، واتقن، وبعدين ممكن تلاقي الشغف جاي وراك. الاحترافية مش دايما بتبدأ من حب عظيم، ساعات بيبدأ من التزام بسيط بيتحول مع الوقت لتميز، ومع التميز بيجي التقدير، ومع التقدير بيجي الدافع، والدافع بيجيب شغف. والنقطة الأهم: الشغف مش حاجة ولا حد ولا حاجة ثابتة، الشغف ممكن يتغير بتطور، يتنقل، بس الإتقان هو اللي بيفتح لك أبواب أكتر. فالخلاصة يا ابني عادة، اشتغل على مهارة، اتقن حاجة، وسيب الشغف بيجي لوحده، أو ما بيجيش انت كده كده هتبقى ناجح. القانون ال15، الإنسان الناضج ورحلة التحرر. القانون ده بمثابة نهاية وبداية، نهاية مرحلة كنت عايش فيها بردود الأفعال، وبداية مرحلة بتختار فيها رد فعلك. الإنسان الناضج هنا مش اللي بيكبر في السن، لكن اللي بيكبر في وعيه. الكاتب هنا بيقولك ان التحرر مش انك تبقى بارد ولا انك ما يهمكش، لكن التحرر الحقيقي هو انك تكون حر من جواك، حر من تأنيب الضمير اللي ملوش لازمة، حر من انك تدور على رضا الكل، حر من انك تفضل سجين لصورة مش بتاعتك. التحرر هو انك تفهم نفسك وتتقبلها وتشتغل عليها، مش عشان الناس، علشان انت تستحق حياة حقيقية مش نسخة مكررة من توقعات غيرك. في النهاية الرحلة دي مش المفروض توصل لنسخة كاملة، لكن توصل لنسخة صادقة واعية قادرة تختار وتكمل الطريق حتى لو كان صعب. وأخيرا بعد كل القوانين دي ممكن تسأل: هل التحرر سهل؟ لأ، بس يستاهل جدا. قوانين التحرر من الصراع النفسي مش كتاب تقراه وتسيبه، ده دعوة لرحلة طويلة بس تستحق. رحلة بتبدأ بخطوة واحدة، إنك تبقى صادق مع نفسك. لو حسيت إن الكلام لمسك أو حسيت نفسك وسط السطور، يبقى احنا كده وصلنا مع بعض لهدف الكتاب. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وقولنا عايزين نلخص ايه المرة الجاية.